بسفارة الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر نظم اليوم تكتل المسار الجديد وقفة تضامنية مع الشعب الصحراوي على إثر الانتهاكات الأخيرة التي تعرضت لها منطقة القرقرات العازلة على يد جيش الاحتلال المغربي. الوقفة شارك فيها حقوقيون نواب بالبرلمان وناشطون بالمسار الجديد ممثلون عن العديد من ولايات الوطن إلى جانب رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد العياشي. وبالمناسبة جدد السفير الصحراوي شكره للشعب الجزائري. نشكر المسار الجديد الذي أتى من كل نقاط التواجد بالجزائر ونحييهم ومن خلالهم نحيي الشعب الجزائري شعب المجد والكرامة والعزة ونستخلص ونأخذ منه المثال مثال المجاهدين الأوائل الذي بقوة الإرادة والعزيمة قهروا في ذلك الوقت أعتى قوى الاستعمارية وأخرجوها صاغرة ذليلة. هذا هو سلاحنا وهذا هو زادنا وهذا هو مسارنا. باسم المسار الجديد، باسم مختلف الفئات اللي يمثلها المسار الجديد، نأكد لكم أنكم ما كنش وحدكم، كاين أكثر من 43 مليون جزائري راهم وراء القضية الصحراوية.